السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب يا جدعان، النهارده جايب فكرة فيديو جديد. فكرة الفيديو النهارده انا هخلي احمد يقع في شر اعماله. طب ازاي هيقع في شر اعماله؟ لازم يكون في الفيديو دوت شخص مشترك بيننا احنا الاثنين عشان الفيديو دوت يمشي زي ما انا عايز بالظبط. والعامل المشترك ده يا جدعان هيكون اختي. طب ازاي فكرة الفيديو؟ فكرة الفيديو هعمل فيها ان انا ما بتكلمش وفقدت النطق وجالي تشنجات من الصدمة. ازاي بقى؟ هقول لكم دلوقتي. انا كلمت اختي من شوية، اتفقت معاها بعد الشر بعد الشر بعد الشر، ابوك او امك دخلوا المستشفى بحاله صعبه. بعد الشر بعد الشر الف بعد الشر يا جدعان. دول نقطه ضعف في الحياه، ربنا يخليهم لي يا رب. هم نقطه ضعف، عيلتي هي نقطه ضعف، غير كده بلح. فهي المفروض ان هي متضايقه مني، فهتتصل باحمد تقول له اعمل كده عشان نشوف رد فعل محمد ونضايقه. هو يخش يحلو واكون انا مظبط له الكاميرا طبعا عشان انا مستنيه يخش عليا يقول لي الكلمتين دولت. المفروض ان هو هيشوف رد فعلي. قشطه، هيشوف رد فعلي. انا هاخد الصدمه بقى. انا خدت الصدمه ومن هنا بقى مش هتكلم وهيجي لي تشنجات من الصدمه بقى، والمقلب هيتقلب فيه هو على طول وهيبقى هو السبب، ويبقى كده وقع في المصيده. يا خراب يا جدعان على التفكير. دماغ مش عايز اقول شيطانيه، بس دماغ جهنميه يا جدعان. فهمتوا فكره الفيديو؟ قبل بقى ما نبدا الفيديو، قبل ما نبدا الفكره، انا سايب لكم تحت في صندوق الوصف لينك صفحه اليوتيوب بتاعتنا الجديده. عايزكم تنزلوا تتفرجوا على الفيديو اللي احمد عمله فيه. ماشي سهله. عايزكم تنزلوا تحت في الديسكريبشن، هتلاقوا لينك الصفحه بتاعت اليوتيوب بتاعتنا الجديده تحت في الديسكريبشن. هتخش عليها. اهم حاجه سبسكرايب، لايك، كومنت، تباركوا لنا على القناه الجديده علشان هننزل عليها فيديوهات كتير. واهم من كل ده ان انت تتفرج على الفيديو اللي احمد عمله فيا في الاخر، عشان انا قفشته في الفيديو دوت. بس هو بصراحه الفيديو كان جامد عشان هو مش عايز احرق لكم. انت هتنزل تحت في الديسكريبشن، هتدوس على اللينك بتاع القناه، تخش تعمل فولو وتتفرج على الفيديو، تعمل لايك للفيديو. تمام، يلا بقى نروح نبدا الفيديو بتاعنا. اروح ادي اختي مكالمه واحده علشان تتصل باحمد عقبال ما انا اجهز الكاميرا وهو يخش عليا ونبدا الفكره. قشطه يا جدعان، قشطه، متحمس. يلا. طيب يا جدعان، دلوقتي انا كلمت اختي واديتها الاوكي ان هي تكلمه، وهي دلوقتي زمانها بره بتكلمه، وانا فتحت الكاميرا وهفضل قاعد هنا واستنى بقى وقت ما هو يخش. تمام، انا قاعد مستني لحد ما هو يخش. هيرمي لي الكلمتين واكيد هيبقى مخبي الموبايل عشان يصورني بقى، وهيعمل فيها الواد اللي ما فيش منه اتنين، وانا كل الحوار عارفه اصلا، وهبقى شايف الموبايل في ايده. بس انا عشان ايه؟ عايز اخد الصدمه بجد. الفيديو ده يا احمد ان شاء الله هيحط على الفيديو اللي انت عامله على القناه التانيه. الناس اللي هتقول لما تروح هناك تتفرج وتتفرج هنا، الناس هتقول انهي فيديو اجمل. الفيديو بتاعي اكيد. ماشي. خسيت قوي يا جدعان، خسيت وعدين. انا مش هنزل صور تاني. انا بنزل صور بقعد في السرير. اكتر حاجه عجباني في الفيديو دوت ان انا اجيبها من ناحيه احمد، هوقعه في شر اعماله. خايف ابقى اتكلم كده وهو يخش عليا. تمام يا جدعان، بس انا متحمس. قول يا محمد. يا محمد، الحق اختك بتقول لك امك تعبانه في المستشفى. ايه؟ اختك بتقول اتصل بيا دلوقتي. ايه؟ نزل يا محمد. نزل ايه؟ خد يا ابني. مين بتقول لك امك تعبانه في المستشفى؟ طب استنى هلبس واجي معاك. انت هتروح بالشورت كده؟ هو انت ما بتسمعش ولا ايه؟ انت مش سامع؟ ها؟ يلا يا عم. انت بارد بقى، باين عليك كده. انت بارد، بتتبارد انت. ها؟ ما يلا يا ابني. ولا يا ابني يلا. انا نازل، هسيبك وانزل. ايه؟ ايه يا واد مالك؟ ايه؟ محمد، مالك يا ابني؟ ها؟ في ايه؟ مش قادر تتكلم؟ مش قادر تتكلم ايه؟ يا ابني انا بهزر يا عم. يا عم انا بهزر. بهزر يابا، والله ما فيش حاجه، امك ما فيهاش حاجه. والله العظيم ثلاثه ما فيها حاجه، انا بهزر. في ايه مالك؟ ها؟ مالك؟ يا ده انا بهزر. والمصحف امك ما فيها حاجه. طب يا ابني رد عليا، بقول لك ما فيهاش حاجه. يا ابني، يا بقول لك ما فيهاش حاجه والله. يا ابني في ايه؟
بقول لك ما فيهاش حاجه والله، بهزر والمصحف بهزر. اختك اتصلت بيا قالت لي هزر معاه واعمل فيه مقلب كده، وانا ما عملتش حاجه ولا صورت اصلا. مفيش حاجه يا عم، مفيش حاجه، انا بهزر. يا ابني يا ابني رد عليا. مش قادر تتكلم؟ مش قادر تتكلم؟ انت بتهزر؟ انت بتهزر ولا بتردها لي؟ طب احلف كده، هتحلف ازاي؟ انت بتهزر ولا انت بتتكلم بجد عشان ما تضايقنيش؟ يا ابني يا ابني بقول لك والمصحف امك ما فيها حاجه، انت مش مصدق؟ اتصل لك بامك؟ اتصل لك بيها؟ انت مش مصدق ليه؟ والمصحف امك ما فيها حاجه. ايه يا امي؟ اهو. ماما كلمي محمد. اهو اللي كلميه بس قولي له يا محمد. ايه يا محمد؟ بس خلاص سلام. انت بتعيط؟ يا ابني وانا سمعتك صوت امك اهو. ايه اللي حصل طيب؟ مش قادر ليه طيب؟ يعني انا ايه؟ طب انا غلطان ان انا هزرت معاك يا عم، والمصحف اختك اللي قالت لي اعمل كده. والمصحف انا قلت لها ما اعمل الكلام ده، وانا مش عايز اعمل الكلام ده اساسا. انا على ابو شكلي كده. قسما بالله عيطت بجد، قسما بالله عيطت بجد. مش عارف ايه السرعه دي. يجيلي تشنجات دلوقتي. ماشي. امسك يا عم. ايه 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 ايش برضه؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب ما انا سمعتك صوت امك. انا ما لحقتش اقول لك حاجه، وانا لحقت اقول لك حاجه؟ انا ما لحقتش اقول لك اي حاجه. طب اهدى، طب اهدى، طب اهدى اهدى. انا ما عملتش حاجه لكل ده. انا ما عملتش حاجه، انا مش سمعتك صوت امك وهي ما فيهاش حاجه. انت ايه اللي ضايقك في كل ده بقى؟ اهدى، طب اهدى يا عم، اهدى. اهدى يا اهدى. اهدى كده. خلاص يا محمد، خلاص. مش هزار، خلاص. حقك عليا، حقك عليا، حقك عليا، حقك عليا، معلش، حقك عليا والله العظيم ثلاثة. انا ما اعرف ان كل ده هيحصل. انا ما لحقتش اعمل حاجه ولا لحقت اقول لك حاجه. يا ابني خلاص، ماما ما فيهاش حاجه، انت بتعيط على ايه؟ طب اهدى، طب اهدى، اهدى 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 يا عم، اهدى يا عم، مفيش حاجه. محمد خلاص، خلاص يا عم، انا غلطان، حقك عليا وحياة كتاب الله انا غلطان. بس انا ما لحقتش اعمل حاجه والله. طب اعمل ايه؟ طب انا ايه ده؟ طب ايه ده؟ وحياة امك خلاص، والمصحف الشريف انا ما كنت اعرف ان كل ده هيحصل. يا ابني والله العظيم ما اعرف ان كل ده هيحصل، وانا ما كنتش هعمل كده اساسا. انا ما كنتش هعمل كده. هي اختك اللي قالت لي، ما اعرفش هي اتصلت بيا قالت لي كده ليه اساسا.
ايه؟ امسك امسك اشرب، الجو حر. اشرب. انا ما بحبش اهزر اساسا. انا ما بحبش اهزر. انا ما بحبش اهزر. ما اعرفش قالت لي لا اشمعنى اقول لك دلوقتي يعني كده. انت في حاجه مضايقاك؟ ايه انت في حاجه مضايقاك؟ طيب اختك. طب ايه؟ طب سيبك منها انا ايه ده؟ خلاص ما تتكلمش وحياة ابوك ما تتكلم. اهدى انا فاهم كل حاجه. اهدى بقى. تسمع لا ايه دي؟ ما انا اللي عملت كده. خلاص يا محمد حقك عليا وحياة ابوك حقك عليا. معلش حقك عليا محمد، وحياة كتاب الله ما قصدي ولا اعرف ان كل ده هيحصل، وانا ما اعرفش ايه اللي حصل. انا ما لحقتش اعمل اي حاجه. بس حقك عليا. هتتكلم يعني كذا حد حصل له الكلام دوت، بس انا ما لحقتش اعمل حاجه. انا ما لحقتش اضايقك ولا لحقت اعمل حاجه. ده انا جيت قلت لك على طول هي اختك. انا عارف. مش ههزر. انا مش ههزر والله العظيم. قلت لها كده. انا قلت لها كده. خلاص بقى حقك عليا. وانا سمعتك امك ما فيهاش اي حاجه اهو. خلاص بقى وغلاوه امك بقى، عشان انا خلاص جسمي ولع. خلاص وحياة امك حقك عليا. معلش خلاص بقى وحياة امك يابا. خلاص معلش وحياة امك. خلاص بقى يلا. تعالى قوم اغسل وشك. يلا قوم اغسل وشك. تعالى. ايه استني. طب ايه ده؟ طب امسك امسح وشك. طيب طب احنا كده ده نروح لدكتور ايه دوت ولا نعمل ايه؟ يا عم خلاص بقى وغلاوة امك بقى ما تتعبنيش بقى. خلاص وحياة امك. خلاص يا محمد والله العظيم ما ههزر معاك الهزار ده تاني. والله ما ههزر معاك، وانا ما كنتش عايز اهزر اساسا، بس حقك عليا وانا مش ههزر الهزار ده تاني. مش ههزر الهزار ده تاني خالص. مش ههزر. مش هزار. لا ده مش هزار. خلاص مش هزار. انا مش ههزر الهزار ده تاني. خلاص يا عم حقك عليا بقى. خلاص يا محمد. خلاص انا مش ههزر الهزار ده تاني. مش انت مش عايزني اهزر؟ والله ما ههزر الهزار ده تاني. في ايه؟ خلاص طب اقعد يا عم. اقعد. بقول لك ايه، ريح بقى. ريح. عايز ايه؟ ها؟ عايز ايه؟ اجيب لك حاجه؟ انت مالك؟ انا عارف ان انت بتهزر وربنا انا عارف ان انت بتهزر، بس انا قلبي اوعى بس كده. انا ما كلمتكش. ما كلمتنيش بالمصحف. ما كلمتنيش. اوعى بس. اوعى. لا اوعى. انت هترفص يعني. خلاص. وحياة كتاب الله انت بتهزر. لا خلاص. ما حدش. اوعى بقى يا ابني اوعى. هيحصل مقلب بجد. هيحصل حاجه فيا يا ابني. اوعى. عايز يحصل. خلاص يا عم. خلاص والله. اوعى بقى. خلاص. استنى يا شمس. افتح التكييف. هموت بالحر. افتح التكييف.
افتح التكييف. انت اللي خليت اختك روان تكلمني صح؟ صح؟ انا اقول ايه اشمعنى كلمتني؟ ليه كلمتني روان؟ يلا روح مش قادر. افتح التكييف يلا. يلا روح مش قادر. شفت رديته لك بسرعه ازاي؟ ولا بتعرف تعمل مقالب. شفت جامد ازاي؟ وربنا الفيديو بتاعي احسن. وربنا جامد ده. انا بقى وربنا الفيديو بتاعي احسن. بتاعك احسن؟ وربنا الفيديو اللي على القناه الثانيه احسن. على القناه الثانيه احسن؟ وربنا طبعا الفيديو نشوف انهي هيجيب اكتر مشاهدات ولايكات. الفيديو الثاني احسن. وانت متضايق عشان كده عملته بسرعه. وربنا الفيديو بتاعي احسن. هنشوف مين اللي هيجيب مشاهدات ومين اللي هيتفرج على الفيديو. اللي خلاك تعمل الفيديو بالسرعه ديت انت عارف ان الفيديو بتاعي ضايقك. ربنا الفيديو ده فاجر. الفيديو بتاعي ضايقك. الفيديو بتاعي ضايقك. ماشي ضايقني بس ده. الناس هتقول انهي اكتر. طب ماشي هنشوف يا عم. ماشي بصوا يا جدعان. بص هو عمل الفيديو دلوقتي. انا في فيديو عامله على القناه الجديده. ادخلوا شوفوا وانتوا اللي هتقرروا وانتوا اللي هتحكموا. خلاص ولا انا احكم يا باشا ولا انت تحكم. انت عملت فيديو وانا عملت فيديو بس انت رديت لي الفيديو ده عشان انت متضايق من الفيديو بتاعي عشان بس ده انا الفيديو اجمل. الفيديو بتاعي يا جدعان انزلوا دلوقتي هتلاقوه في اول كومنت يا اما في الديسكريبشن او في صندوق الوصف اللي في الفيديو دوت. هتلاقوا اللينك بتاع القناه الثانيه واللينك بتاع الفيديو اللي انا عامله اللي هو عامل الفيديو ده علشان انا ضايقته بالفيديو اللي انا عملته. تمام؟ الناس اللي هتقرر يعني انت اول فيديو على القناه هيجيب مشاهدات اكتر من بتاعي؟ مش مشكله مش شرط بس انا الناس تقول رايها. ماشي يلا اخلع بقى. اخلع. انت متضايق يا والله يا عم والله العظيم انت متضايق. بس طيب يا جدعان وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب تكون الفكره عجبتكم. بقول لكم يا جدعان هتروحوا تتفرجوا على الفيديو الثاني في البيج الثانيه وهتقولوا ايه رايكم. عايزكم تقولوا رايكم هنا وتقولوا رايكم هناك. تمام؟ انا مستنيكم هنا ومستنيكم هناك واشوفكم في فيديو جديد. اهم حاجه في القناه هناك لايك سبسكرايب تتفرج على الفيديو وتقول رايك وتحط كومنت حلو واشوفكم في فيديو جديد.